إشاعات اتقالت لنا عن الأكل بعد 6 شهور. لو بتبتدي رحلة الأكل مع طفلك شوف الفيديو ده الأول وهينقذك من لخبطة كبيرة قوي. ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تكملة لسلسلات الفيديوهات اللي احنا عملناها هقولك كل الإشاعات اللي اتقالت لي بعد الولادة وازاي أثرت عليا وأثرت على ابني. فلو مهتمة شوفي كل الفيديوهات وتجنبي نفس الأخطاء اللي أنا عملتها. والفيديو ده احنا هنتكلم عن الشائعات اللي بتيجي في مرحلة ما هنبتدي نأكل طفلنا. أول إشاعة إن الأكل أهم من الرضاعة بعد 6 شهور. إشاعة طبعا، الرضاعة هتفضل مصدر التغذية الرئيسي للسنة الأولى، هي طبعا الأهم من أي حاجة، فما تسمعيش كلامهم ورضعيه. الإشاعة التانية ممنوع ياكل سمك أو بيض قبل السنة. إشاعة طبعا، البيض والسمك مسموحين من 6 شهور طالما ما فيش حساسية. وارجعي برضو لدكتورك لو انت شاكة ان ابنك عنده حساسية من حاجة معينة انت بتأكليها له. الإشاعة التالتة لو رفض الأكل يبقى مش محتاج ياكل. إشاعة طبعا، الطفل في الأول بيبقى لسه بيستكشف الأكل ولسه مش فاهم شكله، مش فاهم المفروض يعمل ايه، ياكل ازاي، أحيانا بيبقى مكسل، فهو ممكن يكون محتاج بس رافض الطريقة أو الوقت، فمحتاجين نصبر ونكرر نعرض عليه الأكل كذا مرة، وهو محتاج يكون الأكل جنبه وقت أطول بكتير من اللي انت متخيلاه. رابع إشاعة لو كان رز وعيش بدري هيتخن. إشاعة طبعا، التنوع مطلوب وكل حاجة باعتدال طبعا حلوة، وخليه يجرب كل حاجة ويكتر من الحاجات اللي هي صحية وما تأذيهوش. وما تقلقيش مش هيحصل له حاجة طول ما هو بينوع وبياكل هيلثي اكتر من الاكل اللي مش هيلثي. الاشاعة الاخيرة لازم اكل الطفل يبقى من غير ولا طعم ولا نكهة. اشاعة جدا، مسموح بعد 9 شهور ان احنا نستخدم توابل خفيفة وطبيعية، طبعا لو الطفل ما عندوش حساسية. واخيرا عيشي التجربة مع ابنك زي ما هي وزي ما انتوا شايفين، جربوا سوا واستمتعوا بكل تجربة جديدة وكل صنف جديد بيخش عليه، طالما احنا في حدود المسموح والصحي وماشيين صح، يا ما تضغطيش نفسك اكتر من كده. لو في اي سؤال سيبيه تحت في كومنت وهرد عليكي. ولو انتوا وصلتوا لغاية هنا شكرا ان انتوا كملتوا الفيديو لغاية الاخر. باي باي.